وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن ليلة 23 من شهر رمضان هي ليلة الجهن، فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها تثبت البلايا والمنايا والآجال والأرزاق والقضايا، وجميع ما يحدث الله عز وجل فيها إلى مثلها من الحول، أي إلى ليلة القدر في السنة المقبلة. فطوبى لعبد أحياها راكعا وساجدا، ومثل خطاياه بين عينيه ويبكي عليها، فإذا فعل ذلك، الإمام يقول عليه السلام: فإذا فعل ذلك رجوت أن لا يخيب إن شاء الله تعالى. فإذن هي ليلة بين ليلتين، إما 21 أو 23، وتدخل فيها من حيث الأعمال ليلة 19.